مساء الخير يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده بقى قلنا نعمل مع بعض العدس في الجو الشتاء قوي ده اللي احنا فيه. لسه الشتاء داخل علينا باسهل طريقه وباسرع طريقه. طبعا الاطفال كلها بيحبوه والكبار كمان بيدفيهم في الشتاء دوت. نحضر مع بعض المكونات. نجيب جبت كوبايه، يعني ربع كيلو عدس وشويه، يعني كوبايه عدس ونص، كوبايه ونص كده عدس. وطبعا نقيتهم كويس، لقيتهم كويس جدا، وطبعا غسلتهم وحطيتهم في الحله بتاعتنا، غسلتهم كويس قوي. وطبعا سبتهم منقوعين شويه في الميه. عقبال ما حضرت بقى المكونات، جبت بقى قد 5 جزرات كده، انا بحب الجزر كتير بصراحه في العدس. وجبنا بطاطسايه واحده معاها، قطعناها برضو، غسلناها وقطعناها كده طرنشات. وجبنا بصلايه كبيره برضو قطعناها طرنشات، غسلناها كويس جدا كله كده مغسول. وجبت 2 من الطماطم او 3، يعني بيحبوها حمرا شويه. 3 من الطماطم قطعناها برضو. طبعا هنحط المكونات دي كلها على العدس. حطهم كلهم. بعد كده هنرفعها على النار، نرفعها بقى على النار مع بعض. نحط عليهم شوية ملح وشوية كمون وربع معلقة تومة. التوم كده كده مفروم معايا، ممكن عادي لو صحيح عادي حطوه. كده كده بنضربه في الهاند بلندر او بالخلاط. طبعا بنحطهم على النار ونسيبهم بقى يستووا لحد ما الجزر يستوي معانا. بس كده اهوت بيغلي معانا كويس. هنسيبه بقى يستوي خالص. اهو ده الشكل كده بتاعه بعد ما استوى. الجزر استوت اهي والبصل وكله. هنسيبه يهدى خالص كده عشان هنضربه. طبعا انا عندي ضربته بالهاند بلندر، في بقى بيحطوه وبيضربوه في الخلاط عادي. وطبعا بنكون محضرين مصفى وطبق او حلة كبيرة بنصفيه فيها. نصفيه كويس جدا عشان طبعا بيبقى لازم يكون فيه بواقي قوطة، بواقي جزر، فلازم نصفيه طبعا كويس. او كده الشكل بعد ما اتفرم معانا. طبعا الهاند بلندر بصراحة يعني كويس جدا، بيسعف عن الخلاط. بس في ناس ما عندهاش الهاند بلندر، فعادي الخلاط برضو شغال. كده تمام. نحضر بقى الحلة بتاعتنا. نجيب معلقة سمنة كبيرة، ننزل بكوباية كبيرة شعرية. طبعا بنكون مصفين خلاص العدس، صفيناه وحطيناه على جنب عشان يبقى جاهز على طول. على بعد الشعرية نحطه. نقلب بقى الشعرية لحد ما تخش في الحمار، تبقى محمرة شوية، عشان لما بتخش في العدس بتستوي مع العدس بتبقى لونها بتفتح، بيبقى لونها فاتح شوية. بعد كده خلاص كده اتحمرت معانا الشكل ده. ننزل بقى واحدة واحدة كده بالعدس بتاعنا. ما شاء الله تبارك الرحمن، كان طعمه بصراحة تحفة. جربوه بالطريقة دي، سهل خالص وما خدش وقت خالص، وفي نفس الوقت خفيف مش تقيل. في ناس بقى بتعمله بطرق تانية كتير، بصراحة دي اسهل طريقة وطعمه حلو، والاولاد حبوه بالطريقة دي. انا كنت بعمله بكذا طريقة تانية بس دي اسهل حاجة يعني. حطينا العدس طبعا. وساعات على فكرة انا كنت بسلقه، ساعات مش بمية، بسلقه بشوربة. تكون شوربة موجودة عندي، بدل ما احط المية على العدس بسلقه بالشوربة، بيبقى اطعم طبعا بكتير. بس بحط 2 مكعب ماجي وكمون وملح. ونسيبه بقى الشعرية تستوي. طبعا ايدنا فيها لان بتلزق، يعني بتلزق في الارضية، طب كل ما تخش على السوا بتلزق. ونجيب بقى الطاسة بتاعتنا، بنحط معلقة سمنة كبيرة. انا بحب بقى اعملها كده معاملة الملوخية. بحب بقى تشيلها تومة كده، نص معلقة توم بس، بتبقى طعمها جميلة جدا. جربوها بالطريقة دي هتعجبكم.
طبعا يا دوبك يعني بتاخد تحميرة بسيطة كده التوم. طبعا الشعرية كانت استوت معانا، دي بتبقى اخر مرحلة خالص في العدس. هو الشكل ده كويس. بعد كده نحطها على طول على العدس بتاعنا. كده كان استوى معانا. طبعا يا دوبك بياخد غلوة واحدة بس مع الثوم بس كده. ده كده في الاخر. ريحته خلينا اقول لكم جميلة جدا وطعمه اجمل. يا ريت تجربوها معاكم بالطريقة دي. كل واحد ليه طريقة في العدس. والجو ده بصراحة عايز كل شوية عدس، شوربة عدس بتدفي. وفي نفس الوقت اللي عنده برد ما يشربش عدس عشان بيظهر البرد. او كده خلاص سيبناه يهدى شوية. وغرفناه بقى في الطبق بتاعنا. عملنا معاه، قطعنا معاه طماطم مكعبات كده، شرايح كده عليها دقة بتاعة البتنجان والبصل والعيش. طبعا زي كل مرة لازم ادوق معاكم. طبعا طعمه جميل جدا. وبألف هنا عليكم حبايبي.